هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي channel. فيديو النهارده هنخش المطبخ مع بعض وهنعمل اكل صحي لمده 24 ساعه، يعني فطار وغدا وعشاء. لان انا الفتره دي محتاجه ان انا اكل اكل صحي، بس لان للاسف رجعت لي جرثومه المعده تاني، بس على اسوأ ومبهدلاني اكتر بكتير. فالدكتوره قايله لي ممنوع اي اكل الا لازم يكون صحي، يعني 100%. فهعمل النهارده معاكم عشان اتشجع، وان شاء الله يعني اكمل باقي الايام اكل اكل صحي بس عشان ابقى يعني كويسه يعني. بس كده ويلا بينا نبدا الفيديو. دلوقتي تقريبا الساعه 11 وانا عايزه افطر، فدلوقتي بقى هنخش نعمل فطار مع بعض ويلا بينا. هاي، دلوقتي احنا في المطبخ وهنعمل دلوقتي الفطار مع بعض. انا بالنسبه لي فطار يعني بيض. الايام حرفيا اللي مش باكل فيها بيض بحس ان انا يعني ما فطرتش اليوم ده. بس عشان بقى ازود القيمه الغذائيه بتاعته فانا هقطع معاه خضار واشوحه. هعمل طماطم وفلفل وبصل، هقطعهم واشوحهم وبعد كده احط عليهم البيض. يلا بقى نشوف مع بعض. دلوقتي قطعت الطماطم والفلفل والبصل، دلوقتي بقى هشوحهم. دلوقتي هنحط شوية زيت زيتون، ننزل فيهم البصل والفلفل والطماطم. دلوقتي بقى نحط البيض. دلوقتي بقى هحمص 2 توست. بحب التوست قوي وهو متحمص، فهحمصهم وبعد كده هعمل البيض في ساندوتش. على ما التوست يتحمص بقى هعمل حاجة أشربها. في العادي أنا بحب إن أنا أشرب قهوة أو نسكافيه الصبح، ولكن للأسف معدتي النهاردة تعباني جدا، فحاسة إن هي مش هتبقى قادرة على يعني على القهوة والنسكافيه وكده. فقررت أعمل شاي بلبن في المج بتاعي الجميل ده، مش مج، الكوباية دي. أحط الشاي. أنا بستخدم السكر ده، بحبه جدا، باستخدمه يعني كل يوم، يعني اكتر من السكر العادي، او مش بستخدم اساسا السكر العادي خالص. يعني دول 2 زي كأنهم معلقتين سكر ابيض، يعني هو سكر دايت بس انا مش عامله دايت، بس انا بحبه يعني. احط الشاي. انا بحب الشاي يكون اكتر بكتير من اللبن. لحظات بقى دمج الشاي مع الشاي بلبن، لحظاتي المفضلة. دلوقتي هنعمل الفطار. التوست اتحمص اهو. احط الاول طبقة كده، يكون الفطار خلص والمشروب بتاعي خلص. هيلسي بقى ولا مش هيلسي؟ مين بقى انسان في الدنيا كلها بيقعد يفطر من غير ما بيشغل حاجة يتفرج عليها؟ فانا كالعادة هتفرج على مسلسلي المفضل في العالم كله، مسلسل فريندز. لازم كل يوم الصبح هتفرج على حلقة 2، بجد بعشقه جدا، فهتفرج عليه وانا بفطر. هلو، دلوقتي رجعت بعد ما فطرت وشربت الشاي بلبن بتاعي واتفرجت على حلقة و2 من المسلسل بتاعي وقعدت أقرأ شوية. وبعد كده جيت عشان أفكركم إن احنا لازم نشرب مية، لازم ضروري ضروري ضروري. خصوصا الناس اللي بقى عندها جفاف زي كده من كتر التعب والجرثومة والحوارات اللي عاملاها لي. فانا بملى الازازه دي مرتين في اليوم، هي لتر، فانا بملاها مرتين في اليوم بحيث انها تبقى 2 لتر، عشان يعني اقعد اشرب فيها كده طول اليوم. يعني قدر الامكان ان انا احاول ان انا اخلي جسمي يعني مترطب من الميه وكده. بحب جدا الازازه دي، بحبها موت. كنت جايباها من مينيسو، الفرع بتاع برج الساعه في الحرم المكي. بحبها قوي عشان بتفكرني بالوقت اللي انا كنت فيه هناك وكده. المهم اشربوا ميه اشربوا ميه اشربوا ميه.
تاني حاجة بقى ان انا بفكر ان انا انزل اتمشى شوية تحت كده، بحيث ان انا احرك جسمي وبس كده. ويلا اشوفكم تحت. دلوقتي انا لبست وهنزل اتمشى تحت شوية، احرك جسمي يعني شوية. وده اللي انا لبسته وهنزل بيه بس كده. ياي. بحب قوي اما انزل اتمشى وسط الشجر والخضرة كده. بحس ان هي بتخليني اهدى، احسن، ريلاكس اكتر كده. تحفة. والشموسة. قررت اروح اجيب حاجة اشربها تكون هيلثي شوية يعني وكده. فكل المحل كان عبارة يا صودا يا مشروبات طاقة، فما كانش فيه غير زبادو ده، فجبته وهشربه وانا بتمشى. دلوقتي انا روحت البيت الحمد لله وارتحت شويه من المشي. فجيت دلوقتي بقى فقره الغدا. بفكر بقى اعمل حاجه بجد اللي هي صحيه، يبقى فيها خضار، يبقى فيها مثلا جزء كارب جزء بروتين كده يعني. فانا فكرت ان انا اعمل خضار كده اشوحه واحط عليه مثلا صويا صوص، هحط مثلا عليه دبس رمان عشان يبقى طعمه حلو، لان انا اساسا مش بحب الخضار. وبفكر كمان اعمل اللي هو باستا وايت صوص بالمشروم وبالفراخ، بحيث برضو تبقى ميكس كده ما بين البروتين وما بين الكارب والحاجات دي كلها. وبس كده، ويلا بينا نعمل الغدا سوا. دلوقتي اول حاجه هبدا بيها هي الباستا بالوايت صوص والفراخ والمشروم. فاول حاجه دلوقتي هعمل المكرونه نفسها ان انا اسلقها. فحطيت ميه على البوتاجاز عشان تغلي وكده، واحط فيها المكرونه. عايزه بقى اعمل مكرونه اللي هي دي، مش عارفه، سباكيتي. فهعملها وابدا بقى ان انا اعمل الفراخ والمشروم والصوص، يعني اللي هو الوايت صوص والحاجات دي كلها. يلا بينا. دلوقتي الميه بدات تغلي اهي، فهحط بقى عليها ايه، مكرونه. دلوقتي انا قطعت الفراخ كده مكعبات وحطيت عليها ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وتوم باودر، وسبتهم تقريبا حوالي ربع ساعة في التلاجة. وبقيت كده هحط بقى شوية زبدة وشوية زيت في الطاسة وهشوحها. كل الوصفات بقى اللي انا بستخدمها دي او بعملها من واحد كده على اليوتيوب اسمه عمر في المطبخ تقريبا، او عمرو في المطبخ، حاجه كده يعني. المهم ان هو اكله بجد بيكون لذيذ ودايما بينفع معايا يعني. فانا عامله الوصفه بتاعت النهارده منه. اول حاجه حطيت شويه زبده، وهحط دلوقتي شويه زيت زيتون. اللي مش بيحب زيت الزيتون ممكن يحط حاجه تانية، بس يعني هو دلوقتي بالنسبه لي انسب حاجه احطها. يعني ممكن تكون هادية شوية على معدتي. سيبها تسخن بقى وانزل بالفراخ. هنزل بقى بالفراخ. كده الفراخ خلصت الحمد لله، خدت وش لطيف يعني وكده، اتحمرت شوية. فهنزل مكانها بقى بالمشروم. هنزل المشروم بقى. انا مش عندي الا المشروم اللي هو الصناعي ده، وانا مش عارفه المهم ان هو مش طبيعي يعني، او مش فريش. فريش. دلوقتي انا خلصت الفراخ والمشروم والباستا او المكرونه. دلوقتي بقى مش فاضلي غير ان انا اعمل الصوص بس بتاعهم. فهستخدم الكريمه اللباني او كريمه الخفق. انا بستخدم الكريمه اللي هي بتاعه الحلويات دي، عشان كنت شايفه مره في فيديو ان هي بتبقى يعني احسن، او بتدي طعم احسن او ريتش اكتر من الكريمه بتاعه الاكل او الطبخ العاديه يعني. بصراحة أنا لا فاهمة ده ولا ده، بس أنا إيه بقلد وخلاص. بس دلوقتي الطاسة أهي، فيها زبدة، فيها زبدة وزيت. هحط بقى عليها الكريمة دي، وهحط عليها دقيق و... ونفضل نقلب ونحط لبن ونحط مية من سلق المكرونة، وبعد كده نحط المكرونة ونحط الفراخ والمشروم، وبس كده نكون خلصنا.
هحط المية بقى بتاعت سليق المكرونة ومكرونة كمان. هحط دلوقتي الفراخ والمشروم بحيث ان هما ياخدوا من طعم بعض شوية يعني. جت فقرة بقى ان انا احط المكرونة كده بقى تكون الباستا بالوايت صوص والمشروم والفراخ خلصت. شوية فلفل احمر كده يزينها من فوق وبس كده. ايه رأيكم فيها؟ الحمد لله خلصت الغدا، بجد متحمسة قوي ليه لانه شكله بجد ولا اروع. مبسوطة مبسوطة قوي ان انا اللي عملت ده، مبسوطة قوي. شكله ولا اروع. وكمان عملت ده خضار متشوح، ريحته فظيعة. هغرف بقى وندوق سوا. دلوقتي انا خلصت الاكل وبجد متحمسة لشكله جدا، والله يجنن يجنن، والريحة ولا اروع. دلوقتي احنا بقى ايه، هناكل وندوق عمايل ايديا. اساسا الصوت جوسي وجميل. ولا اروع ولا اروع اقسم بالله. هاخد حتة مشروم سو يامي. الباستا طعمها تحفة تحفة بجد. مم. هاخد فراخ بقى ادوقها. وهم ده بقى الخضار اللي انا مشوحاه بزبدة وصويا صوص ودبس رمان. واو، طعمه تحفة تحفة بجد. مش عارفة ليه الإنسان بيسيب الأكل النضيف وطعمه حلو. بجد أنا باحس إن أنا ساعات باعرف أطبخ، ساعات ما باعرفش، بس ساعات باطلّع أكل حلو يعني. بس ساعات باستغرب ليه الإنسان ممكن يسيب الأكل النضيف والحلو وكل الحاجات دي ويجيب أكل من برّه، ويضطر إن هو يقعد يعالج في نَفْسه شهور، غير طبعًا التعب يعني وكده. فالإنسان ده عايز يتربّى. هاتفرّج على البودكاست ده اسمه وعي، مش باين قوي من الرينج لايت. المهم يعني ان هو بودكاست بتاع 4 شباب كده بيتكلموا في الدين، منزلين سلسلة حلوة قوي اسمها التدين. مش عارفة باينة ولا لأ. المهم ان هي سلسلة حلوة قوي قوي قوي. دلوقتي هم نزلوا الحلقة الرابعة منها. يعني معناها او هي اسمها يعني هكسب ايه لو التزمت. حلوة قوي قوي. فنسأل الله الهداية يعني. بس بتفرج بقى عليها وانا باكل. بيبقى صعب عليا قوي ان انا اروح لثيرابيست مثلا، لان انا بحس اللي هو ايه، طب ما يا رب سبحانه وتعالى يعني انت اللي خلقتني، طب ما انا ممكن الجا لك انت على طول، واكيد انت هتعالجني او مش هتعالجني وانا هعتبر ان ده ابتلاء. دلوقتي جت فقرة العشاء، فهنعمل العشاء بقى. أول حاجة هعمله في الطبق التحفة الفنية ده، وبعد كده هعمل الزبادي اليوناني ده بالفراولة، وهحط عليه جرانولا، وبعد كده هقطع عليهم موز، وهو ده هيبقى العشاء بتاعي. أول حاجة هحط الزبادي، بعد كده هحط شوية جرانولا كده، وهقطع عليه الموزة دي. عشا بقى هيلسي ولا مش هيلسي؟ يعني على الآخر يعني. زبادي يوناني وفيه قطع كده فراولة وموز وجرانولا، والطبق أساسا شكله يعني تحفة فنية بجد. دلوقتي بقى هقعد أكتب التودو ليست بتاعتي، عشان بحب قبل ما أنام أقعد أكتبها، بحيث إن أنا لما بصحى بكرة الصبح أكون عارفة أنا هصحى أعمل إيه
يعني مش هاصحى كده وخلاص، لإني لمّا باصحى كده وخلاص حرفيًا اليوم بيضيع في الولا شيء، لكن لمّا باقعد أخطط أو على الأقل أكتب الTo do list بتاعتي اللي أنا هاعملها بكرة، فعلًا اليوم بيكون يعني مُرتّب، وكمان يعني بيبقى الأكتر إن أنا باخلّص الTo do list كلّها حرفيًا مش باسيب منها أي حاجة، فعشان كده مهم إن إحنا نكتب الTo do list بتاعتنا بتاعة بُكرة قبل ما ننام. فأنا دلوقتي هاقعد أكتب الTo do list بتاعتي وأنا باكل الطبق التحفة ده، وبس كده. وبكده أكون كلت معاكم اليوم كله فطار وغدا وعشا أكل صحي الحمد لله. بجد اتشجعت أوي النهارده إن أنا أخلّيني ملتزمة بالأكل الصحي، ما أبوظش أي حاجة، ما أجيبش أكل من برّه، ما أجيبش أي snacks أو أي حاجة تبوظ معدتي أكتر ما هي بايظة. وبس كده لحد هنا خلص فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولحد ما أشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير وإلى اللقاء.